الحوار بيبدأ مع طلة المطالغة بطل بوس المستقبلي مستغرب ليه الدنيا ضلمة كده مع فاتورة الكهرباء مدفوعة، وفي اللحظة دي بالظبط استوعب إن في حاجة مغطية على عينه وراح شالها عشان يقدر يشوف من تاني. ركز كده وبص على شكل إيديه فجأة على الخضة وفي قمة اليأس. قعد يلمس ويدور حوالين دماغه زي المجنون، ثواني ولقى نفسه متخشب في مكان بيحاول يستوعب إيه اللي بيحصل بالظبط. وفي اللحظة دي طلع يجري على مية موجودة على الأرض، واتخض جدا لما شاف شكل انعكاسه في المية وهو بيبص على الكائن الغريب ده. فضل يعصي دماغه عشان يفتكر هو كان بيعمل بالظبط قبل ما تغمى عليه، وافتكر كويس جدا نايم تعبان على السرير مع واحد بتصاروخ، فاستنتج انه عفورة حبتين ثلاثة في السهر والهزار لدرجة انه مات من التعب. اتعمله ريسبونك وحش ام بي سي تعبان. هو متعصب بطلنا شاطل هو برجله، بيطالب يرجع شكله القديم لأنه شايف مستحيل يشكط أي حد بالمنظر الزبالة ده. وفي وسط الدوشة دي صوت رفيع بيقطع الصمت وبينادي عليه باسم أخويا شمباو، الحشة الصغير على شكل مشروم بيقرب منه بالراحة جدا في الكاف الضلمة. عينين شمباو وسعت من الصدمة الشديدة وهو بيركز نظر على الكائن اللي لسه واصل، وفي خياله الواسع الكائن ده أخد شكله وتفاصيل متمزة وقمر ولابسة فستان ضيق. هو بقى وقع في الغرام فرحان وشايف إن البنات في الدنجن ده بصراحة جامدين موت. شمباو بلع ريقة أنفاسه سريعة وهو بتبص على المنظر الجامد، بس فجأة الخيال اتبخر والروايات ركزت من تاني على الواقع، واستوعب إن البندين مجرد مشرومة غريبة شكلها أنثوي بتسأله هو ليه بيهري كتير في الفاضي، وهو محبط استوعب إنها مجرد خيالات من دماغ التعبان اللي بتشتغله. هو لسه بيحاول يفهم جليتش اللعبة، واقف زي النوب سأل صاحبه فصيلتهم دي بتعمل إيه. عادة الكائن الصغير ده البنفسجي رفع إيده وصرخ فجأة إن في عيب ده خلاء ولازم يتجابوا الأرض فورا حالة. تنبال اتخض من ده، ما كانش فاهم أي حاجة خالص. طيب بسرعة بطلنا سمع فجأة أصحابه بيحضروا من اللعيبة دول اللي دخلوا الكهف بتاعهم بجد. خطوات تقيلة رنت على الأرض الحجرية، اتعلن الخطر وبعدين ظهر غول ضخم متعصب معاه كمان رامي سهام المحارب فاكر نفسه جامد وإن المهمة سهلة. شوفوا بيستخفوا بالوحوش إزاي، فاكرينه النبض وآخرهم معروف. ومن غير أي تفكير فترة صغير هجم بغباء وهو بيحالف يخلص على اللعيبة دول، ومن غير أي مجهود ذكر المحارب فرم الكائن ده بضربة عنيفة جدا من الفأس بتاع اللاعب ده بفليكس بغباء وكل صاحبي ازاي هفرموا المكان. مش عارفين اللي هيحصلهم النهارده ومش فاهمين الخطر كده. مدافع تاني كملوا جري في هجوم انتحاري غبي والمجزرة كملت من غير أي رحمة، واستسلاح الطائر بتاعهم حول المجموعة دي لدمار تام حرفيا حتى من المكان والكائنات. الطائر بعنف في كل حتة حواليهم. شمبا مرعوب واسأل ليه الشلة دي مش بتهرب من الخناقة الظالمة دي. صاحبه يبدو انهم مجرد ام بي سي غلابة متبرمجين يتمسح بيهم الأرض في اللعبة. اتصدم لما استوعب ان الدخلاء او لعبة حكيم وحياته هنا مجرد كدبة قبل ما يقلب فإن البوس بالجليتش في حاجة كانت هتخبط بطلنا فجأة. شكل الرامي السهام ده عشان عليه بجد، وفي اللحظة دي الرامي شد وتر القوس وبيجهز يضرب تاني علينا. شمبا وجلبانيك تماما وقال للبنت تهرب من هنا فورا. بس الفكرة البطل بتاعنا وقف فجأة شاف ان البنت المشروم دي لسه واقفة مكانها مخلع التشقام. البطل زعق بصوت عالي وبيقولها ايه اللي مخليكي متنحى ومش بتربي تنقذي حياتك. البنت رد بيأس قالت ان حوار الهروب ده مش موجود في كودها. الشمبرافدي يستسلم للهبد ده ومد ايده ليها في لقطة يأس عشان يغير المكتوب عليها، واول ما صوابع الجامدة رب منها طاقة غريبة كلها مليانة. بلاوي في السيستم مسكت ذراعها وما طنش خالص كل الإيرورات الحمراء الكبيرة وراح شدها بقوة وقالها فاكس جلاتشات أنا البوس النهائي الوحش الصغير. صرخت وندت على اسم صاحبها مصدومة من كسر القوانين اللعبة. مسكوا في بعض جامد. الجوز طاروا بسرعة لأن النجاة هي هدفهم الوحيد دلوقتي. رامي السهام العدو راكب هروبهم بفضول ويخطط يبلغ عن الجليتش ده لمدير اللعبة. المحارب اتعصب. المحارب المتعجرف حذر انه مستحيل يسيب اهداف زيهم يهربوا. اتفشى قريب مستخبيه في ممر ضلمه. شمباو بيدور على سلاح بس صاحبته حذرته انه مجرد انبسيسي من غير اسلحه. اللحظه دي بالظبط عينيه لمعت لما حاجه في الضلمه نور خفيف كشف عن صندوق كنز كبير مرمي جنب الحيطه وهو متحمس جدا. قرب منه وعشمها في لود جامد في الوقت اللي البنت قالت المكافئي للبلايرز الابطال وبس. حاولت كمان اقنعهم فصيلتهم التعبانه مستحيل تقدر تفتح غطاء الصندوق ده، وعكس اي منطق حط ايده على القفل وشغل الموجه جديده من ايرورات واكواد السيستم المضروب وعشان يكمل الطن بل الغطاء الخشب طار وطلع منه شعاع نور شديد جدا. وقفت مذهوله ومش قادره تستوعب ازاي الزميله القديمه دي لفلت وبقت حاجه عظمه وهي مبهوره بيها. البطل بتاعنا كان بيحتفل باللوت الجامد اللي سرق من اللعبه فجاه ومن غير اي انذار. سما شق الضلمه ورايح عليهم في السريع. المشروم جارل عملت حركه عكس برمجتها خالص ونطت قدامه حرفيا كسرت السيستم، واعترفت انها مش عارفه هي عملت كده ليه. وبعدين طلعت تجري بكل ما تملك من قوه ناحيه السهم عشان تحمي اخوها شمباو. وفي اللحظه دي السهم رزع في المشروم جيرالد صح، ومن الخبطه بنت اللذينه دي بات المدافع تسحلقت لورا وكانت هتقع
البطل بتاعنا اتخض قوي لما ياخد باله، حذر ان في سهم تاني جاي طاير عليهم، قام مطلع اللوت من الصندوق بسرعه، وفي ثانيه الا ثانيه صد السهم ده، ومن فوق قمه هضبه صخريه كده، شفت الهبد ارتشر بيراقب ده، وتغاظ تارك نوب زي ده بوظ الايميل بيرفكت بتاعه، فضل مبحلق في السهم اللي على الارض، ومخ هانج لانه مش مستوعب ازاي شخصيه بوت تعبانه تلوت الصندوق ده، وبعدين بيحاول يفهم ايه الجليتش الغبي ده اللي لسه حاصل. المشهد دلوقتي بينقلنا لمكان تاني مفتوح كده، ولاعيبه تراي هاردس دول بحكوا الهبد اللي حصل ده لكيان. طالما الارتشر الضخم ده بيسال ازاي سيرفر قديم زي ده مليان جلاتشات بالحجم ده، الغامض ده رد وهو مكتف ايده ان قدم السيرفر ده بالظبط هو اللي بيخلي الجلتشات دي حاجه طبيعيه جدا. الكيان ده شرح اصل المكان ده، ان البوس اللاتش العظيم صمم نظام الدنجن ده مخصوص بس عشان يقيس الابطال دول، وبعدها الاورك طلع سهم ضخم كده، وعلى ان هو بنفسه اللي هيصلح الجليتش ده المره. ضرب السهم التجيل ده بكل غشوميه، ونازل زي طلقه يشق الهوا، هو رايح دايركت على الوحش الصغير ده، وفي رفلكس سريع عشان بصد السهم ثاني. بطلنا تفاجئ جدا لا ان ستاتس الجسم الجديد ده عالي قوي، بس الراحه دي مكمتش. فجاه مطر قصه منزل عليهم من فوق، بينزل من السما بدون رحمه خالص. الطله بدا يصد كل ده بسهوله، بس تحت الضغط ده حس انه مستحيل يقرب في الزحمه دي تحت الضرب الجامد ده، وبيحاول يفتكر حاجه تنفع تصد الدمج ده. جات له فكره صايعه ويتصرف بسرعه، يكسر غطا الصندوق، وفي اللحظه دي بالظبط ويقف اسهم جديده بتقرب عليه. بس استنى كده، فجاه فطرنا ده استخدم الغطا كدرع جامد وصد بيه كل الضرب اللي جه، قصد كل حاجه. اللاعب هاج ازاي ان بالسينوب بيعرف استغل جليتش كده وصد بيها وهو بيراقب الحركه من بعيد. اللاعب كمل ضرب نار ورا بعضه، الدرع التعبان ده بدا يزيك من قوه الضرب، وكان خلاص هيتكسر الهجوم المتواصل ده لحد ما بطلنا اتقدم بلاميت وخلال اورك اكتشف اخيرا ان الهدف ده اصلا بلاير لاعب حقيقي. الفطر قام مدي الضرب دمرت الاورك ده ومسحت بكرامات الارض. الضربه دي كانت قاضيه وفنشت الاورك في ثانيه، وبعد النظام بتاعنا ظهر وبيهنيه على اول كلايه لو بيفتح له سكيس جديده عظمه. شيمبو استوعب انه اخيرا قال سيستم خاص بيه، وقال لنفسي طالما هو بيسيب جليتش يبقى ده العادي عشان يبقى البوس. قرب فورا يجرب الميزه الجديده دي، وفعل سكيل زراعه الفطر على طول. وبعدين اتقدم خطوه وحط ايده في الجثه اللي واقعه على الارض عشان يبدا العمليه دي. لونها احمر عماله تنبض، بدات تنتشر حواليه وبتربط بطلك كل حاجه حواليه. القوه اللي ماشيه في جسم دي خليته في حته تانية لدرجه انه طاير من الفرحه وحاسس انه خلاص على شك ينفجر. فجاه انتباه كله راح ركن الكاف المكان اللي فيه جثه صاحبته الصغيره مرميه من غير روح، راح ناحيتها وهو بيحلف انه لازم يرد الجميل على ضحيتها دي، وانه هينقذها المره دي. وباصرار مرعب السيستم اشتغل تاني من الاول بجلتش اسطوري، والكاف كله اتملى بالنور فلاش بمبي شديد ضرب، وعمل المكان كله كعلامه على بدايات التقنيه السريه والغامضه دي. جراثيم بتنور وجذور من الطاقه السحريه بترقص في الهواء عشان توجه طاقه الحياه الجديده دي. الجراثيم دي بدات تتجمع عشان تعمل شكل راجل انسان حقيقيه، وبعدين بقت تاخد شكل بشري كامل قدامه. شنباو واقف بيتفرج ومبهور باللي بيحصل لما الشكل الغامض الجديد ده ماشي ناحيته. كان طاير من الفرحه، البطل رئه جاري وبيزعق من الحماس من الفرحه لما شاف نتيجه النهائيه. تراب هادي وكشف عن بنت قمر لابسه فستان ضيق جامد جدا عليها، ومعاها عرض ستاتس وارقام عاليه بشكل مرعب في السيستم. المحاربه الجديد دي نزلت على ركبتها باحترام واعترف بيه كزعيم، وطلبت منه يعملها فورا. السيستم نفسه اكد الطلب ده في ثانيه، طلب منه يختار اسم الاول تابع عليه، ربع ايده وبدا يفكر الوحوش العاديه والان بي سي ملهمش اسامي عاده، بس قرر انه يختار حاجه مش الفكره جامد برات في دماغه على طول. ونورت عينه بثقه عمياء رهيبه وهو متحمس جدا للاختيار ده بثبات، وقرر من بدايه النهارده ورايح هيكون اسمها سيفنج قبلت التعميد. في ساعتها وبمره بارده جدا سالته المنطقه اللي هننظفها الجايه. البطل بتاعنا بدا يعرق بغباء وبيفكر صاحبته انهم في الاول والاخر مجرد حوش وام بي سي مش بلايرز محترفين بينضفوا دنجونز. فجاه عبارته اتغيرت لفين البوس وظهرت ابتسامه شريره مرعبه، وقال ان الاولويه القصوى دلوقتي هي طحن بلاتز النوبس دول اخر بلاير فضل. وفي الناحيه الثانيه الارض المدمره بواقي المعارك اللي فاتت لسه مرميه في كل حته على الارض الصخريه. وفجاه الهدوء ده اتكسر لما المحارب نزل هبت ودغدغ الصخور اللي حواليه من تقل وزنوات النزله. الواد شاف الخراب ده مش مستوعب ان صاحبه النوب مات على ايد اضعف واتفق بسيف. اللعب الغبي شغل دماغه والضخم ده استنتج بفرحه ان الهدف ده اكيد هيكون وحش نادر وإليت. الواد ابتسم بطمع، والمحارب ده بيحتفل حظه الجامد وبيحلم باللوت واللبس النادر اللي هيعملها ثروه وتخليه غني. ومن غير ما يضيع وقت البغل ده استخدم مهاره الاندفاع بتاعته وطير التراب وهو بيهجم طاير للدم. شيمباو ملحقش حتى يرمش او يستوعب الموقف، جبل العضلات ده هجم عليه بكل غشوميه. الخطه دي كانت جايه، الاورك نزل بكل قوته فأسه الثقيل عشان حسم العدو الصغير ده، بس الهجوم بتاعه واقف فجاه وفي كان نقطه عرق برات نزلت على وش تخيل المصدوم ده البطل بتاعنا هنا.
اتصدم لما اكتشف ان هجوم المرتد عمل دمدك بلح وعبيط في المحارب الاوفر باور ده، وفي الضلمه لما كان بيغلي من الغيظ انه اتعور بجد من حته بسيزابال. لما فهم انه خسران شيمبا وفديلا وطلع يجري زي الصاروخ في ساحه الجري دي ومولع من البجاحه دي، البغل ده طلع يجري وراه طيران من غير ما يرحموا فيه. الكهوف السباك ده وصلهم هم مكان واسع فيه كوبري خشب بيعدي فوق بحيره ضلمه تحت الارض. غير ما يهدي المحارب بيجري وعميان من الغضب وعاوز يمسك الفريسه بتاعته اسرع وقت ممكن، المشروم الصغير ده. فرمل واقف فجاه على حرف المية والعدو بيقرب من الشكل اللي يخوف من وراه. فضل واقف مكانه واقف على الخشب باصص للضلمه ولا اتهزيت. مفيش ذره خوف يسطا. الواد شك في هدوء المريب ده وافتكر ان الحوار كمين ومقلب جامد ليه، بس افتكر اني مجرد ام بي سي غلبان. بس بلوت تويستت يسطا قلبت الترابيزه علي. انا لفيت بالراحه قوي ورفعت له ايدي بحركه مستفزه قوي عشان احرق دم على الارض. عروق النوب ده طق من الغيظ وانه اتهز بالشكل ده في وشه. قعد يزعق وانه هيعجنيه ويفرم الامباسي ده. الدبابه الغبي ده اتعصب قوي ورفع فأسه بكل عافته وغباء. الضربه نزلت زي الصاروخ بوم جامد قوي، كسرت خشب الكوبري كله ما يتحدى بصوت فظيع. الواد اتعمى بغاب عمال يسبام هجمات ورا بعض من غله، هبد عشوائي ورا بعض عشان يهرسني، عايز يخلص عليها باي تمن يسطع. المكان اتدمر حرفيا، طر حتت كبيره بتطير في كل حته في مية الكهف المعفنه. بس استنى بقى، غباؤه جاب اجله والارض تحته انهارت فجاه. الواد العملاق وقع ومفيش اي حاجه يمسك فيها اسطى خالص. البغل ده نزل غطس في المية التلج وعمل 13 مية وموجة عملاقه قوي بيعوم بالعافيه زي النوب. والواد عمال يشتم في الكمين الجبان بتاعي. انا بقى وقفت تريك على منظره وهو غرقان وقلت له مش بس وقعت سلاحك من الخضه زي العيال، لا وكمان مش عارف حتى تعوم وتتحرك في الميه. الموج بخبط في الصخر جامد والجو في الكهف تكهرب على الاخر. وفجاه الارك ده بكل غرور وعنطزه كداب قال ان هجمات الضعيفه دي الهجمات التعبانه دي عمرها ما هتدمجه. وقبل ما يكمل كلام حتى سهم خف شق الهواء ورش في ظهره بكل وجع يسطل البجد. الوجع بقى ميكس جامد مع احباط ويأس. لما تصم تاني نزلت سبام فوق دغه. هو مزنوق مفيش اي ديفنس ولا حمايه، مستحيل اللاعب النوب ده خد ضربه كذا مره وده مبلى المية حواليه حيره بيكح دام. واللاعب ده بيحاول يبص حواليه وهو مصدوم ومتبهدل بيعيط وعايز يعرف مين اللي بيعمل في الهجوم المفاجئ والجامد ده. جد متكتف تماما جوه المايه. اللاعب الدبابه ده بياخد كمان سهم في ظهره بيفرفر وبيحاول يعيش باي طريقه. فمسك جامد في الصخر اللي على شط النهر بس سيفنش طلع له محموش ونزل لحق بكل قوته وخلص على غضبه. الضربه دي كانت القاضيه بد ورمت اللاعب النوب ده في قاع البحيره الضلمه. ومن كتر الفرحه بالفوز شيمبا نط بسرعه على الشط وبقول ان ده وقته اخيرا عشان يلمعه بدون تضييع اي وقت. فرد جدور المنوره وبدأ الام بي سي يشفي الطاقه. اللاعب اللي مد وفجاه نور بينك فاقع جدا من المكان كله. لما النظام حذر ان شكله كده اتغير. المشروم الحليف الصغير ده فضل بقصص ومتابع تحول بسبب جلتش اسطوري في نص الكهف. في اللحظه دي بقى طلع بيظهر تاني فيه شكل انسان قوي وبيحتفل بانجاز رجع له. عينين سيفينج باك من الصدمه وشاور بايده واسال ايه البتاع المدلل تحت ده. شيمبا استوعب المصيبه وبص لنفسه في حاله رعب وفزع فظيعه. مس بسرعه يتفس عشان يداري بيها نفسه وكان مرتاح انه مش مفضوح على الاخر. النظام طلع له شاشه بتاكد انه اخير عمل لف الاب وقدرات زادت بجلتش. وهو ماشي جوه الكهف كان عايز يفهم ازاي يخرج من هنا، بس البنت حضرتهم لازم يطلعوا الكهف ده دور. فطلنا استغرب جدا وربع ايده بس قال ليه الناس الجديده بيعرفوا يدخلوا على ورا على طول. البنت صاحبته ردت عليه بهدوء اللعيبه الفرافير فاكرين نفسهم ملوك عشان بيدخلوا اللفلات اللي تحت. البطل بتاعنا تصدم وسألها عرفت الهبد ده منين. والبنت الكيوت ردت انها سمعت كلام اللعيب النوبز وهم بيرغوا. الواد بقى اتحمس فجأة رفع قبض ايده بحماس عشان يفتح السكه للخروج. طلعوا قدام في الزنزانه وبيدوسوا بثقه على الارض المكسره بتاعت الدنج المعفن ده. وقفوا فجأة عند طريق مقسوم نصين المحاربة. حذرته انسك الشمال كلها سلايم واليمين دي المقبرة. ابتسامة ثقة شمباو البوس بتاعنا قعدت تفرم تحوش السلايم دي لوحدها وهو يروح يستكشف الكافيه. اصلا مش فاهمة ايه الجمدان في مكان الاموات بس هو طمنها وقالها ان ده هيبقى منطقتهم الجديدة. وفي السكة الضيقة دي بطلنا الامبسي لقى شوية هدوم قديمة مرمية في البسة عشان يستر نفسه بيها عشان الهواء التقيل ده. ولاحظ ريحة العفونة بتاعت المقبرة دي بشعة وفاقعة قوي حتى من بعيد. بص فوق لا خرم بالسقف واستنتج ان كل الزبالة دي الجثث بترمي من فوق المكان. طلع حفرة عملاقة رقانة على اخرها في قوم هياكل عظمية مرعبة وشوية خردة مرمية. نزل قرص وسط البقايا دي وكان طاير من الفرحة انه لقى موارد لقطة تقوي الجليتش. تدويره في الزبالة خلاه يكتشف فجأة خلطة تراب غريبة معاها بوشن حجم كبير مرمي في الكورنر. وبعدها على طول لا هواء قطران متنعكشة في كل حتة على الارض مخلوطة بالتراب. فضل يحفر اشواك كمان وكره لاقي حتى صفحات من كتاب سحر متقطع وسط كوم. العظم ده وفار ايده شامبو حسبها ولان الجليتش شغال يقدر يعمل غزال مشروم مرعب كمان. حل الجليتش بتاعه فورا وطلع الطاقة
لونها احمر، بدات تلم كل الماتريال من الارض. الهواء السحري لف بقوه غبيه، اثار التراب في الجو بدا يشكل الكائن الجديد في الهواء. بوم انفجار، على وحش مشروم مولع نار، اتعصب فشها وجاهز للضرب يا اسطى. بقى يبص على الضيف الجديد، الواد بيقول ان وقفته تخاط بجد رغم الحيوان حجمه صغير جدا. وفجأة نور ازرق ضرب في وش البطل بتاعنا في الضلمه، اتخط جامد وراح لف في جسمه بسرعه فشخ اول ما شرار كهرباء بدا يفرجع في المكان حواليه. صايكه زرقاء نزلت من السماء شكت الهواء قدامه، فرقعت بغباء على الارض حرفيا بالظبط جنبها يا اسطى. شنبول وطى بسرعه عشان اتفاداها، ولقى في وشها كائن بينور طالع من الصخر. العدو ده عباره عن حلزون كهرباء ضخم جدا متصنع. السيستم انه البوصه بتاع المقبره دي، ولما عرف ان الكائن بياكل نفس التراب زيهم بطلنا لبس الجلاتش بلغ بتاع النار ان الاكشن بدا. ومن غير اي تفكير المشروم الصغير ركس كل طاقته وعمل كوره ضخمه من نار جامده فشخ. الهجمه انطلقت بقوه غشيمه جدا مباشره في وش الوحش الكهرباء اللي بيقرب. كوره النار خبطت جامد في درع الحلزون الكهرباء، عملت خبطه مرعبه فشخ. انفجار ضخم هز المكان وكل المقبره وخلى الصخر والدخان يطيروا كل حتى تراب تقيل فشخ. الانفجار بدا يهدى بالراحه على ارض المعركه، شق طريقه وسط النار. حلزون هاج بغباء البلاير النوب ومطير الشرار في كل حتى باسمه. الكائن ركز اغطاه الكهربيه كلها عشان يجهز هجمه مرتده تدمر الدنيا كلها. عين الكائن ده انطلق بسرعه ودغدغ الارض بسرعه مجنونه فشخ. بس تمبرل ابتسم ببرود البوصه الحقيقي. الحيوان ده حرفيا يعتبر نقطه ضعف واضحه جدا. استغل الفرصه ومشروم النار طلع حجمه نار جديده قويه جدا على الهدف التقيل ده. الكوره المولعه دي لبست جنب بصدفه الوحش الكهرباء الناشف بالظبط. الخبطه دي عملت كمان انفجار مدمر تاني ولع فيه المكان كله مولع نار، والصخور بتطير في كل والدخان مغمي عينين اللاعب النوب ده. بلع الضربه صح اتفشخ اتحرك. الحلزون النوب ده استخبى جوه اوعته وهو ميت من الرعب، اوعات المكسوره. ومن فوق الصخور البوس الجليتش والمساعد بتاعي بنراقب القوقعه المدخنه المرميه على الارض. انا امرت الوحش بتاعي ينزل طيران عشان يتاكد لو اللاعب ده ودع اللعبه بجد. الوحش الصغير المولع بتاعي رب الراحه من الاوعى وهو بيحاول يشوف في الضلمه، ومن غير اي انذار فجاه انفجار ازرق فرقع بجوه كسر. الجوعه حتت من جوه، وبعد ما اتحرر من وزن الحلزون طلق طاير بسرعه زي صاروخ كهرباء وهاجم بسرعه موت اكتر من الاول. اتفاجئت من الهجوم الغشيم ده وانطيت لورا مسافه كبيره ويدوب فلت. حاولت ارد الهجوم ولفت دراع الفاس بعنف، اطرت على اللاعب ده وقلت له ايمك زي الزفت. بس البزاقه المكهرباء غيرت اتجاهها فجاه في الهواء وعدت قريبه جدا من كتفي، وبدا بدل ضرب مجنون وانا كان بيس جليتش. اتفاديت كومبو الضربات السريعه دي من الوحش ده واستفزيت الحيوان ده. اتفاديت تاني وهزرت معاه، حركته لسه بطيئه ومكشوف زي الحلزون. الوحش اتعصب ولف لفته مفاجئه جدا وضرب صواعق كهرباء كتير واثبت انه بقى رشيق بعبط من غير اوقات. اتضغط جدا من سرعه الهجوم ده ورميت نفسي على الارض الصخريه بسرعه عشان ما تغطاش 100 حته. وابتسمت لابتسامه خبيثه وقلت له ان خساره بنت دي اكيد بتخلي الواحد يخف الوزن. اما التحرك من الطريقه وقام الوحش المنور هجم جوم امامي اخير علي عشان يخلص في الضلمه وشنور كله بابتسامه خبيثه بتاع واحد مخطط لكل حاجه صح. انا الاول رميت نفسي فجاه على الارض واديت فطر النار مساحه يضرب. يبدا هجوم المفاجئ. كره نار مجلشه بتشق الهواء قدامنا طاير عشان البس وش في وش مع الحلزون المتعصب. البلاير ما عرفش يفرمل في وقتها، فالوحش ده لبس فيها في كره النار دي الخبطه. عملت انفجار جبار من البرق النار والان بي سي بتاعنا بضحك على غباء البلاير نوب ده. واول ما الدخان طار المقبل بوس وقت بكل فخر قدام بقايا اللاعب اللي بقت فحم. بضحك من قلبه. مشروم الكهرباء الصغير بيتريق على اللاعب وبيفهموا هجومه كان في البطيخ عشان فرق السرعه مش متقارن. شمباو بيبس البرود من ورا كتفه ورزعت الرد. انا ما زعلتش حاجه لان اللاعب التعبان ده ما كانش هدفي. وفي اللحظه دي حتى صخر كبيره بدأ تقع من سقف الكف فوق دماغ الباشا الحلزون بالظبط. الوحش ده استوعب اتاخر قوي ان الهجوم ده كان جلاتش عشان يوقع الكهف عليه. بيفاد الصخر التقيل ده بسرعه. اللاعب بتفشخر من الصخر ده برضه مش هيلمسه بس فيه. هالة حمراء مرعبه غطت المكان كله لما قدرات شحن جباره اتفعلت فجاه من العدم. بلاير بيحاول يشوف اي حاجه من التراب التقيل اللي عمله الصخر، وعشان كده هو فاهم ان البوس بيستغل سحابه التراب دي استرد دخان عشان يستخبى ويحضر ضربه مفاجئ. اللاعب برد السريع رجع لورا طلقه عشان يضمن انه يهرب من ضربات الان بي سي. سافينج نزل بسلاحه بكل قوته وشمية وجبر البلاير ده انه يتلوى من الوجع عشان ما يتفرمش حتى زي النوب. الحلزون اتصل بمكانه لما استوعب انفلاسه فخمه ميت مستخبي جوه الجليتش ده ومفيش اي مهرب. شعاع نور ازرق عملاق نزل عليه من فوق الزع البلاير في وشه. الخبطه العنيفه عملت حفره ضخمه وطيارات سحابه دخان في كل مكان. المقبره كلها الزعيم اتفرتك خلص. ايده الام بي سي بتاعنا بتنور جامد والسيستم ضرب ليا في الاب. جليتش الهاكر شغال وجاب قدرات جديده. طاقه حمراء غطت جسمه كله. هو بيسخن عشان يمسح البلايرز. القدرات الجديده السيستم بيقولوا انه
يقدر يزرع جراثيم دلوقتي ويطلع اتباع بدم كهربائي ورعب النبز ضربات دمار، ومن النور ده طلع فطر صغير شكله كيوت جدا، فطر ازرق بيلمع وكله طاقه صافيه طحن، وجنب على طول ظهر التابع التاني اللي كله نار بتولع، نار حياه شكلها روش جدا. الشمباو والبوصه عاجبها الكلام ده، قالهم نطوا المكان بسرعه يلا عشان ده الكامب بتاعنا الجديد، وسرح بخياله في اللحظه دي وبدا يفكر سيفين عامل ايه دلوقتي، واخد باله انه بقاله فتره ما جمعش اكس بي ومفيش ليفل اب من زمان. في الواد ده المحاربه بتبص على الارض اللي مليانه وحوش سلايم مضروبين، وبتبص على وحش كبير وبتسال نفسها لو هو ده الوحش اللي ضرب اصحابه عملهم تدريب نشان بالظبط. سلايم ضخم ومرعب ظهر واقف قدامها بشكل اللي يخض، عيونه بتنور جامد في الضلمه. ملك السلايم بصلها ومستغرب جدا وقال انه حاسس انه شاف البيت دي في مكان قبل كده، بس قبل ما يكمل تفكير سهم طاير شق الهواء البس في نص جبهته بالظبط من غير اي تفاهم. الوحش اتعصب من الحركه دي وبيشتكي من قله الذوق دي عشان ضربته وهو بيتكلم، وسيفين طنشت عصبيات شت القوس بتاعها تاني. ضربت سهم تاني بسرعه، سهم ممت، السهم خبط فيه جسم الوحش اتضرب بس غرز في السلام على الفاضي من غير تاثير. الوحش بدا يبقى ضخم جدا قدامها وبتريك ويقول لها ان تخريم جسمه ده تضييع وقت على الفاضي وشغل نبز، وفجاه الارض كلها الارض بتترك وبتطلع سكين حامي، خوازيق لزجه بتطير من الارض ناحيه البنت. السلايم بيقاح وفاكر نفس ليفل الوحش واقوى بكتير من كل اتباع النوبز، بيقول ان الضربه العادي اخرها بس ينقص شويه سوائل واثق في نفسه قوي. الباشا متطمن بياكد ان مجرد المية من الارض كفايه جدا يرجع الهالس بتاعه ويهال اي دمج. الوحش بيستغل اللحظه دي وهو بيتكلم، بيرفع راسه لفوق وبيزعق مع صوته، بقول هموت بقى. فجاه درع اخضر عملاق بيمتد بسرعه مرعبه جدا وبسرعه غبيه بينزل بضربات تقيله وميته، ضربه تفرم اي حد. الايد بترز في الصخر بكل قوتها الغشيمه دي، بس البنت بتعمل دوج في ثانيه الضربه دي، وفجاه عين الوحش بتوسع بصدمه لما بيحس انه في جلاتش او حاجه غلط بتحصل. جسمه اللزج ده بدا يقع ويسيح غصب عنه، وده خلى ملك السلام في رعب مش طبيعي. بوبس على جسمه نفسه. الباشا بتصدم لما بنلاقي فطر صغير بيطلع وينتشر. الحاجات الغريبه دي بتغرس جوه السلام قوي، بتشفط العشب بتاعه كله، بترعب اكتر لما الوحش بياخد باله ان حتى الماء الجوفيه اتشفط انشفط خالص بسبب الجدور دي. فاهم ازاي خد الدباف ده؟ الباشا الكبير بيسال نفسه امتى الجراثيم دي دخل جسمه، وبعدين بيفهم فجاه انسانون. الاسهم اللي تضرب بيها من شويه كانت مليانه الفخ المميت ده، وعينيه ازغلل. الوحش اخيرا بيستوعب البنت وبيفتكر انها مجرد ام بي سي، الفطر التعبان اللي بطاقيه بينك خلصان خالص. الجسم الضخم بيسيح في الارض وتاجس بزيج على الارض المبلوله، وكده حرفيا الجيم اوفر للوحش ده. شاشه زرقاء بتاكد ان شفط الماتريال دي ايداها مهاره جديده، اسهم سحريه طالعه من الجذور نفسها. المحاربه دي بتنور بتحرس قرن الوحش وتشفط كل اللوت والفوائد الباقيه في القطعه دي على جنب. بعيد بقى هناك الاكس بالرهيب ده وص لبطلنا الام بي سي وبيحتفل جلاتش الباور بالفشيخ. في الوقت ده ال2 مليون الجداد بتوع شغالين طحن بينضفوا المنطقه اللي احتلوها نار وكهرباء. البطل بقى لما لقى صاحبهم هشام قالوا انه كان عايز يساعد في الليله دي، بس العيال الجداد دول خلصوا على كل وهو بيفحص القرن. انبهر بجوده الماتريال دي جدا، بس زعل ان مفيش اي حداد قريب يعملهم اسلحه. هنا بقى ساي اقترح انهم يطلعوا يصطادوا اي حرف والسلام. الفكره دي عجبتهم، رفع صباعه بحماس وبايده اللي بتطلع سحب من بكده قرر يستخدم الجليتش بتاعه عشان يتبع اللعيبه اللي هيدمرهم او اي جثث لقطه. بزور بتلمع ضربات في كل حته على ارض الدنجن وربطت المكان في سراج سريع. النبات السحريه دي دخلت بين شقوق الصخور دي وطلعت في الساكت على الحيطان المبلوله، وفجاه الام بي سي اشاره وبص لفوق ولمح على طول فلاشات خناقه طحن شغاله قرب منهم عند مدخل كهف كده. شله نابز محاوطين الفريسه، يستسلم فورا ويرجع يصنع لهم الاسلحه بتاعتهم. مزنوق في الحيطه أز متعصب مكفل بيزعق انه يفضل يموت ولا انه يرعى العبوديه ويشوف ناسا بتموت من الشغل ومن غير اي رحمه خالص. واحد غشيم جلد ازرق حجم ارمحها وبامر الحرفي ده يموت كانوا فورا. تراود دخل بغشوميه وطعن صدر الجزم ده بحشي رمحه، بس الجذور البامبي دي كانت بدات تسحبه ودخل جوه قرع القزم عجزميه. بنراقب اللاعب ده من بعد الشمباو وسفين بيحلوا الموقف الغريب ده. البطل بتاعنا بصيح انه مش عارف يشوف التراجت بتاعه، والمحارب صاحبه بيقترح يشغلوا شبكه السحر دي عشان كونكتو جرب الفكره دي واحتد في الجنة لما استوعب انه اخيرا بقى شايف كل حاجه زي الفيل من الجذور. اسم اللعب ده الواد بيفكر انه مش هيعرف ينقذ العايشين، بس هو يقدر يشغل جلاتش الميتين براحته. ركز المجيك بتاع جامد بدأ ينقل داتا الروح دي في شبكه الفطر. صوت طرقع عالي، طاقه الحياه الزرقاء دي اتسحبت بسرعه جوه الفراخ. عاصفه ماجيك لونها بينك بدات انها الف وعملت دوامه بتلمع جامد على ارض الكهف، ومن وسط النور ده طلع شكل مرعب لازم معمول كل فصافيه وبيبص كده مستغرب على ايديه المولعه دي، مش مستوعب ازاي هو لسه صوت شمباو رجوه دماغه وكان بيحذره دلوقتي انه عمل له ريسبابون كجندواسمه الجديد دلوقتي بقى
فايرهامر التابع ده اتردد وقال انه لسه محتاج يظبط حوار كده، بس البوس الكبير قطعه وقال انه كان راكب النبض دول من فتره طويله، عشان واحد من الاعداء دول بيصيح ان العبيد دول لو ماتوا هم هيشالوا الليله كلها لوحدهم. الليدر بتاعهم اتعصب من الصياح ده وراح ضرب زميله جامد على دماغه وبيساله له هو عبيط يا ابني. الواد الضخم ده شرح ان مجرد ما العبيد يقعوا ميتين في البيت هيروحوا بكل بساطه يجيبوا غيرهم من الدنجن، وفي اللحظه دي بالظبط الوحوش دي لف وقفوا وش مع الكائن الجديد ده المولع ده، ومصدومين من جلاتش المشروم اللي طلع له. ومن غير ما يركز زميل افترض انه اكيد مجرد اي انبساليتا منهم في السكه، وهو مبسوط بلحظه الجامد نزل بالسلاح بتاعه بكل قوته فاكر انه هيكسب البوس النهائي. فاكرين ان بونص سهل النهارده يا اسطى، سن الحربه بيقرب مني وبشق الهواء في الطريق على طول، كان هدف ثابت ومن غير تفكير. انا الجزم المشتعل استدعيت مطرقه عملاقه من الطاقه الخالصه والفتها بكل قوتي، ورفعت السلاح الطويل من تحت لفوق هجومهم بضربه خرافيه ملهاش حل. الخبطه دي طيرت الحربه بتاعتهم ورمت كمان التراول الازرق لورا باسخف واسهل طريقه ممكنه. اول فجاه حصل انفجار نار فرقع مكان الخبطه بتاعتنا بالظبط، ونور المكان كله بالشرار المتطاير، وحش النبض رجع لورا بينهج ومصدوم ان دفاعي كان نفس صدمه بالشكل ده. فجاه كده مطرقه المنوره في الهواء لوحدها فضل الجليتش، وركزت هدفها على طول على وش الدخيل المرعوب اللي قدامي ده، وفي غمضه عين السلاح المتجلتش بتاعي نزل بسرعه وساب ورا خط نار رايح عليه، وهو مرعوب من الهجوم التلقائي ده ومش مستوعبين نهائي ازاي. امبسي تعبان معاه المعدات اللي هو بيدي سلسل ضربات متاليه نزلت فوق دماغ الترولس دول في الوقت اللي السلاح بيشقف فيه الهواء ورا بعض. بعد الهجوم مسكت الحبل تاني وكنت جاهز ومستعشد اكمل فرم فيهم. زعيم الترولز رفع حربته في الوقت المناسب وقدر انه يصد موجه النار بتاعتي بصعوبه بالغه جدا، واستغليت انا التشتيت ده. المطره تتحرك لوحدها وتضرب بكل قوات في حيطه قريبه منا جامد. السلاح الجبار ارتد من الصخره وجمع سرعته عشان يعمل حركه دوران تانية، ارتب بسرعه على جنب ويدوب هرب من الخبطه المولعه، ومن غير ما ادي اي فرصه نطيت انا بنفسي في اتجاه الاتنين دول وايدي مقفوله وجاهزه. الغبي ده تراجع بسرعه يدوب تفادى هجومي المدمر، وبكل ثقه الوحش الازرق شغل تعويذه تثبيت كان جاهز عشان يحبسني بيها، بس انا كأزم اتصرفت بسرعه وشغلت خاصيه الاشتعال الجباره بتاعت الجلاتش نفسه وعملت بيه انفجار جامد لزق في وشه. غبيه مش منطقيه تابع المشتعل ده، طرف الهواء فوق وعمال يلف من غير فرامل ونزل هبد في الصخور، وعمل كمان انفجار مرعب على ارض الكهف. التراب طار واللاعب اللي عايش بيبص في الدخان فاكر ان الفايت ده خلص اخيرا خلص، بس في رمش عين كده راس الشاكوش العملاقه دي طلعت سنتيمترات من وشه. يأس منه قدر يصد البتاع التقيل ده قبل ما يتفرم. بعدها على طول شاكوش نار ظهر خبط زي النيزك ودغدغ كل العواميد الخشب. اللاعب ده مرمي على الارض وميات رعب وبيتم خصم منه بحاول يهد السقف بتاع الكهف كله على دماغهم. الواد الضخم ده نط اللورة وبفليكس انه اكل كام ضربه، بس النوع ده من الضرب البطيء سهل اتفاداء سابكس من صياح اللاعب ده. سلاح الجزم الجلش بيلف بجنون شغل قدرة جديدة كلها نار. المطرقة بتتقدم وبتقطع في الهواء كأنها صاروخ معمول من لافة صافية، وفي عم جامد التابع لمسينات بس عاصفة فوبو مدمرة جدا. اللاعب الترول ده تجمد من رأسه. الرجل هو بص للسقف واستوعب انه جد ما فيش قدام اي مفر من الجلش. سلسلة انفجارات عملاقة مسحت كل في المكان وولعت في كل حاجة بطريقة السيستم بيدي انذار للاعب انه اتجابه طلع بره الجيم. جسم المتفحم وقع ميت على الارض. بكل فخر جزم الجلتش ثبت سلاح وهو بيعمل ليفل اب وبيفتح اعادة تدوير، ومن بعيد كده نوتيفيكيشن ظهرت على الشاشة بطلة شيمبو الخبر عن مساعدين جداد تعويذات انتقال سحر للاسم الشاب بتاعنا يمدح اداء الكائن اللي لسه مخلوق، وبيقول انه هيبعتوا له الاحداثيات عشان يقدروا يتقابلوا سوا. تمام، وهو بيبص على صورة هولوجرام الواد التابع تصدم لما عرف ان البوس بتاعه طلع انسان. فجأة البطل الفاينل بوس بيشرح برود ان طريق الاحياء في اللعبة دايما بتعتمد على العرق الاصلي اللي كانوا عليه وهم لسه عايشين. قفل الحوار ده بسرعة وقام مطلع القرن اللي خده من السلام ده وسأله لو ينفع نستخدمه عشان نصنع منه أسلحة والحداد. فحصل الحتة دي بتركيز وقال عليها جامدة، بس لفت انتباه انهم هيحتاجوا ماتيريال اكتر بكتير، مواد خام يعني. البطل بتسامى ثقة شاور له وقال ان المكان ده عبارة عن عبارة لوت كبيرة وشوية وهتلاقي جليتش زبالة بيمطر عليهم السقف. وفي اللحظة دي ظهر ضل ضخم ونازل طالع من الفتحة اللي فوق في السقف كومة كبيرة جدا عبارة عن أوبو صفيح متكسر وسيوف بيض نزلت ترزع بجوه بين الحجارة دي. في وسط الزبالة دي كلها كان في حظا حديد سحريت مع القزم. ما ضيعش وقت واستخدم مهارة إعادة التدوير بتاعته عشان يتغدغ الحاجات اللي ملهاش الأزمة دي لحت الصغيرة بضربة واحدة بس. زرق مساحة المعدن النظيف على طول من الأنقاض دي عشان يخش على طول في الحدادة. ومن الناحية التانية في مساعد المشروم الصغير عمال يخبط بشكوشة الصغيرة السندان وبظبط النار اللي شغالة شاكوش. التأييد ده عمال يشكل المعدن اللي بيلمع
بسرعة مجنونة، وفي نفس الوقت عشرات الشرارات بتطير. ولما الشغل ده خلص الحداد ده سلمهم طقم الجديد، اللبس مظبط اللي معمول من بواقي الخردة. الواد زي النوب متحمس بيجرب السيف المزدوج السحري، ولكن القطع بتاعه أحسن بكتير. فأس أورك القديم المحاربة كمان استعرضت بفخر عاوزها الجديد اللي بضرب جذور شجر كأن أسهم صحراء خام. استغلت وقت الراحة ده عشان تخيط أكدب سحرية أبعادها الإنهائية في هدوم البوس عشان يقدر يخزن أسلحته فيها بكل سهولة. صاحبنا سأله إحنا رايحين على فين؟ دلوقتي والبطل بكل ثقة قالوا إنهم رايحين على هنمسح كل وحش نوبف. الدار كله بيشرح إن المقبرة دي متستمة تحت خالص، ومواسير الصرف دي في حواجز سحرية كده بتقفل أي طلوع مباشر. بطل حذرهم إن السكة الوحيدة السالكة موجودة في آخر الماب خالص، والواد ده أصلا مش عايز أي أعداء تراس من حواليه لقيتهم. فاستغرب وسأل ليه القزم. فضل بره وقال لازم في حد. فضل واقف يراقب المكان ده طول ما هم كملوا حدد، وهو ماشي بثقة الأفاتار في المكان الضلمة ده. شنبه بالغلط شغل فكان مستخبي في الأرض، وهو عمل دشلورة بسرعة عشان حيطة حجر ضخمة بتسلق ناحيته بسرعة. الميكانيزم المرعب ده اسم الممر نصين وعزل الفينال بوس سيفينج ده في قلب من غمض عين بص على الحجز المقفول. فاهم ان السحر عمل بلوك لكل حاجة عن مشروم التجسس بتاعه، بس لمس الحجر باستهزاء كده. فكر ان بوكس واحد جليتش هيحل الحوار ده من غير راعي كتير. بطلنا الجليتش جمع الفطر المولع من التابع بتاعه على قبضة ايد اندفع لقدام بسرعة. ضرب بوكس متفجر كله نار في قلب الحيطة. الخبطة المرعبة عملت كورة نار ضخمة ضغط في كل الممر الضيق ده. هو لما الدخان طار الحيطة دي فضلت سليمة زي ما هي بسبب الحجز السحري اللي على الدميدج كله. ولما فهم العافية مش جاية سكة قرر كل واحد صنف فيهم لازم يكمل في طريق لوحده. وهو ماشي بطوله في الممر الجديد لاحظ الانبسام حتى الأرضية شكلها اتغير خالص بعد ما افترق. وقدام على طول ضلمة الكهف دي بتكشف سكة غامضة ومريبة أكتر. وأول ما دخل شامبا لقى نفسه قدام عشرات حلزون الرعد بيزحفوا في مكان بيان عليه العش بتاعهم. واحد بقى موبز ده لطه وعارفه على طول انه الهكر اللي مسح اخواته من السرفر. اللاعب الوحش ده جاب اخره بيزعق عشان كل القضايا هجم على الام بي سي. في نفس اللحظه ضرب برك مرعبه حجمها كبير جايه في وشه، بس الام بي سي ده اتنهد من كتر ما اللعيبه دي بضان. على الهادي اللعيب ده بيفعل طاقه الكهرباء بتاعت كل رجال توت نوبس، وكمان هيطلع طاقته الزراء الخاصه بيه شويه. اللعيبه الحلزات دي متنحه في دخان الانفجار احتفلوا فاكرين انهم كده كسبوا الجيم خلاص. بس فجأة كده سيف حم يظهر من العدم ومن غير مقدمات بيقطع واحد من اللعيبة غاصين في غمض عين بالظبط. شيمبا وبيتقدم لقدام زي البرج وبيفرم في اللعيبة دي سفينة جداد اللي متغطين كلهم طاقة لونها بينك من كتر الرعب من السرعة الأوفر دي. الوحوش أمر الكل إنه يسيب الدروع بتاعته خالص عشان يبقوا أسرع شوية. اللعيبة دي نطت تبرد دروعها دي تحولوا لبزاقات سريعة جدا واخدة طاقة كبيرة الكهرباء. بس جذور الفتر قربت من وسط الضلمة فجأة مسكت كل اللعيبة في الجو قبل ما يخلعوا. صاحبنا بيطلع مخالبة اللي بتلمع قوي بيلاحظ سيوفه وبيسحب كل الاهداف المحبوسه دي معاه. كان مركز انه يخلص بسرعه فخلي الجذور دي تغلي وشغل جليتش الانفجار الاقصى بتاع السيستم. حصل تفاعل متسلسل عملاق جدا حرق عشرات اللعيبه في ثانيه، وده جاب لاكس بالسريع جدا قطع النار العاليه دي نور كل الحيطان الصخريه وكشف ممر سالك قدامه تمام. وبعد ما العشد اتدمر بالكامل الارض كانت متغطيه كلها علامات حرق وبواقي من الصدف اللي اتدشمل. اللي بيمشي لمكان اوسع شويه واستنتج ان الساحه دي اكيد هي اوضه. البوس الاخير بهرش في راسه كده بتبص حوالي فهم لا مفيش اي حد موجود خالص. وفجاه المرعب نزل من السقف طاير في وش الام بي سي. الشامبا نط في اخر ثانيه بالظبط لما صدفه عملاقه رزعت في الارض مكان ما كان واقف. الصدفه دي بدات تلف بغباء وطارت الاقدام بتتغدغ في الصخور. غير البطل الصدفه بتلف وبتشق الهواء على بعد سنتيمترات من جسم صاحبنا اللي بيسحلك من غير ما يتهز. رفع السفين بتوعه وصد بيهم اللفه المتوحشه دي في مطر شرار. بعد ما صد الخبطه الخطر زحف بعيد وعمل سحابه تراب جامده. التراب الخصم ما تضيعش ولا تاني بسرعه ياخد عزم لهجمه تاني. هجمه تلف عنف بكتير المره دي. الانبسال مجلتش صد الدرع بكل قوه طاقته البمبي في ضربه سيف واحده خبطه الطاقه الخام بس في نص الهدف بالظبط بجوه الطرش. قسم الودان هو الفرصه دي والثغراء وضرب شعاع دمار شام. مرعب بلع العدو كل جواه. الضربه المركزه دي دغدغه الدفاع الوحش وطارت حتت منه في كل حته استرد دخان تقيله غطت المكان كله. وفجأة طويل قام بالراحة من وسط الأنقاض طلع ملك الحزون بس دلوقتي الشكل البشري وماسك سيف رفيع. عشان ابتسم ابتسامة كل حماس عشان عرف إن الفايت دخل في الفيز الثانية. في نفس الوقت على الناحية الثانية من الحيطة سيفين بتدور ورا علامات غريبة مرسومة على أرض الدنجن. المحاربة برطوم وهي متضايقة إنها ما قبلتش أي لعيبة تفرمهم لحد دلوقتي، بس عارفة إن الفاينل بوز بتاعنا بيفرمهم من كميات الإكس باللي عمال يلومها. رجع للساحة عشان باوز عامل بالزق ده نازلين ضرب في بعض برتم مجنون. السيوف بتخبط في بعض بعنف جامد وبتعمل فلاشات بتنور في نص الأوضة الضلمة دي. صاحبنا
بس المجلتش ضغط هجوم، حاول يضرب ضربة جانبية غشيمة ناحية بطن الوحش، بس بخفة مرعبة من الجسم لورا وتفادى الضربة. الواد ده يدوب فلت من ضربتي، اتحلق بكل برود لحد ما وقفت قدام البطل الفك ده من بعيد. فجأة كده أنا قررت أتحرك، رفعت أيدي وبدأت أضرب جليش نافورة مياه عليه، سائل غريب كده شلال حرفيا. المية غرقت الحلبة كلها، خليت الواد ده يتصدم. الواد اتلخبط من سحر المياه المفاجئ بتاعي، من غير تفكير بدأ يرجع لورا خطوات سريعة بيهرب من هجومي. الرب المتواصل السائل غرق الدنيا هناك، نزل على الصخر وغسل الأرضية كلها، خلى المكان كله مليان طين للركب عشان بالفضل يرجع. اتشقلب لورا وبركة الطين بتوسع تحت رجليه، نزل على الأرض بأمان واعترف إنه مش فاهم إيه اللي بيحصل ده، تأثير السائل إيه، بس أحسن له يهرب من هجوم المشبوه. لما حاول يمسك في الحيطة بمخالبة تفاجأ بحاجة صدمت، اتخض خض عمره لما لقى نفسه بيتزحلق وإيده بتسيبه تزحلق من على الصخر المبلول. ما بقاش لاقي أي حاجة يمسك. الواد ده وقع طين في نص الحفرة حرفيا. الحفرة الطين دي أنا استغليت الفرصة وهجمت عليه بكل قوتي، شقيت الهواء وخليت النوب ده يصد ضربتي بالعافية ومن غير أي تحكم خالص. رجلنت الشمبة واتحلقت على الأرض المبلولة وكان هيقع على وشه ويفقد توازنه تماما. ولما ركز في الطين اكتشف ان السقف كله متغطى بيه، الطين اللزج ده جدا. انا نطيت لفوق زي الزعيم صح، احد سلاحي وصرخت فيه ان ملوش اي فرصه هنا. منطقتي يا ابني. رد فعل سريع، البطل المضروب ده قدر يرفع سيفة مزدوج ويصد هجومي الجوي وهو لسه بيتزحلق اصلا. قدام ده فعل ازداء انا ضحكت، ابتسامه شريره كده كلها خبط وطريقه حرفيه. قوه الهبده بتاعتي على الارض غيرت الطين في كل حته حوالينا. طرطشه جامده، انا اترقت عليه وقلت له هالحته فت زيك هيقدر عليا. الواد ده فاكر نفسه هيكسب. وحش اسمه مستنقع عشان ننجز الحوار. الكائن ده بيجمع طاقة غريبة، هالة ابن فسجي مليانة برق في ايدها الفاضية. عيون اللاعب ده البيضة بتلمع ومستنيه يفوز او ينهي جيم لصالحه. قام ضارب الشحنة كهرب غبية على المكان. انا كشخصية جليتش بحاول اقفي هنا. في ثانية الكهرباء العنيفة دي مشات جوه المية ومالت وش المية كله. في المجال بتاعها عمود من البرق ضرب وبلع جسمي انا بالكامل جوه قلب انفجار. كهرباء مرعب رغم النور اللي يعمي ده. اللاعب حافظ على رياكشن بارد جدا الحلزون، فاكر نفسه بيتحكم في مقاومة المايه وبيمنعني اني ارد عليه. الضربة بتاعتي بأي حركات مشابهة لحركاته، دايخ شوية ومتحوط بهالة. أروى لعت فيها أنا ابتسمت وقلت له إن فهمك للمكان ملوش لازمة لو هجماتك لسه ضعيفة يا نوب. اتصدم قائد بزقته بس تحت مش مصدق عينه، أدرك إن جه على البحيرة كله. اتفرش بالكامل بفخ الجليتش بتاعي أنا ونبسه في الحيط ورجع لورا بخطواتي جوه. المصايدة بتاعتي برجليه زي العبيط. حاول يخبي رعبة واللاعب ده قال إن ده مش فارق لأنه يقدر يظبط مقاومة المية عشان أضعف أي برق ودراعي كان بالنور بطاقة حمراء زي النار. حذرت إن دماغي ناشفة وهدخل معاه راس براس عادي. وفي نفس اللحظة دي هالة بتغلي حوض الحلزون العملاق ده وخلط اللاعب واقف مش فاهم حاجة. انفجار نار جبار ضرب المكان وبلع اللاعب ده بالكامل جوه عمود نار شكله مرعب. الخبطة دي كسرت الصخور وطيارات رماد في كل حتى في المكان الناشف. الدخان بدأ يتبخر بالراحة خالص. الام بي سي بتاعنا ماشي بالرقم فيه. المكان المدمر ده متفحم على الآخر. الوش بيهتد وبيسأل ليه ضربة الكهرباء، فقلبت نار. البوس اتفرم بقى رماد وبيختفي وبعيت ان الجيم ما بتلعبش كده خالص يا نوب. جليتش عظمه اكيد الفوز. السيستم بيبعت اشعار للبطل وللرجاله بتاعته انهم خلاص وصلوا ليفل 6 وفتحوا خاص التخزين الجديده. شاشات زرقاء ظهرت بتشرح بالتفصيل مهارات اوامر زومبا الرعد الجديده وهجمات البرق الجماعيه لكل الجروب. وكمان الاشعار بيحذر ان مجال الطاقه اللي كان قافل حلبة البوس خلاص تلغى. البطل بيبص حواليه صمته بيشم ريحه سماد قويه جايه من تحت الانقاض دي وبسرعه لان على المساعد بتاعه المشروم القصير. ما تزعش اي واد ضرب قنبله من قنابل في الصخر على طول عشان يفتح طريق. وحش النار الصغير كان بيتلو جامد. التراب اللي طار في الجو وبيحاول يمسح عينه عشان يشوف. ولما الغبار ده هذه ظهرت كومه كبيره من حجاره غامقه وبتلمع وسط كل الظلم. شامبا وسأل بفضول ايه والمساعد بتاعه شرح له ان دي حجاره عفن سوداء اكوات من كل مخلفات السحر اللي اتجمعت لسنين. البطل فقد اهتمامه في ثانيه وقال ان الخامات دي شكلها بلح وملهاش اي لازمه خالص. المساعد وافق في ساعات وقال ان الزباله هتفضل طول عمرها زباله ومفيش اي كيميائي عاقل هيفصلها اصلا. بس فجاه افتكر ان الكلام ده كان صح قبل ما يبقى مشروم ودلوقتي هو شايف الخامات دي. كان سحقي لقطه باستخدام مخالب الحمراء الكائن الصغير ده بدا عمليه استخراج عشان كل بواقي السحر المستخبيه جوه. الغامق ده اتكسر بسهوله. كار عمال يهيط ويقول ان الحوار ده لعب عيال. السيستم فجاه جاله شعار ان الاستخراج خلص وطلع حته فضة سحرية بتنور بغباء من نظرتها وقال إن الماتريال دي عالية جدا وبتتباع بفلوس بالهبل. الجمرز النوبز اللي بتداس على وشهم احتفل بس لما ركز في الحجر الصغير ده اتضايق وقال إن حمى الصغير ده مش هينفع يعمل بيه أي حاجة بسرعة. هنا بقى بطلع الام بي سي المجالة الشاور جبل الطوب وقرر يسيب الكهف ده كله في ايد صاحبه
بيفحر التابع الناري ده وهو متحمس جدا. فجأة طلع عاصفة من الطاقة الحمراء المرعبة واللي كلت كومة الحجارة دي كلها في ثانية واحدة. إشعارات بالهبل غرت شاشة الأدمن المجلتش في عشرات القطع النادرة بالتدخل حسابها دايركت. ومع السقف اللي بيتهزز الصخور الكبيرة اللي بتكع البطل مزعق لصاحبه وقاله يحاسب شوية، خلي بالك عشان ما يوعاش الكهف ده كله على دماغهم. الهزة دي كشفت عن حشرة عملاقة مرعبة بتحفر في الحيطان ومطلعة أنيابها الحادة دي. المشروم الصغير الغلبان أول ما شاف الوحش ده اترعب وجري بأقصى سرعة وهو بيصوت عشان يطلب المساعدة من أي حد. الشامبا مسس كان الصغير ده من دماغه وأمره يسيب منطقة الفايد فورا ويروح يساعد بقيات فريق الحفر والتأمين. وبمجرد ما سيفين وصلت المكان الزعيم أمرها تمسك هي قيادة خط المواجهة واتأكد بنفسه إن الجنود الجداد بقوا جاهزين مربوطين مع بعض. سقف الكهف هنا بدأ يتشكل حتة حتة عشان الوحوش اللي بره بتتحرك وبتهبش في الصخر بغباء. واحد من المشروم لك شاف شبكة تخاطر عشان يحذر الكل ويقول إن العدو خلاص هيكسر حماية السقف الرئيسي. البطل فكر بسرعة عشان ركزوا معايا، قلت بوس جليتش مستحيل نسيب الوحش يعيش ولازم نسحب الكنيسة دي جوه. المرة الضيق ده فجأة حتى كبيرة من السقف وقعت بغباء فوق الدماغ الكشاف الصغير بتاعنا اللي كان بيراقب الليلة كلها دي. مشروم الصغير ده بص الفتحة وهو مصدوم وبرق على الآخر ومش قادر ينطق بكلمة غير إنه يبرطم من الرعب. ضخم مليان سنان مرعبة بجد نط من الضلمة وشق الهواء بسرعة غبية رايح عليه طوالي جسم الوحش المدرع كان بيتحرك بسرعة طاير زي القطر السريع من جوات الفتحة الجديدة دي. سحبت سلاحي بسرعة وأنا كابوس اللعبة عرفت على طول إن خفسة الجاف السوداء كائن خطر جدا. اكتشفت لريحة السماد اللي طلعت فجأة في وقت الحفر جمعت طاقتي النارية وحلفت إنها خلص الليلة كلها تبقى أسهل بكتير أول ما أديها ضربة مباشرة في وش البتاعة دي. فجأة المحاربة الجامدة بتاعتنا نط قدامي في ثانية وكسرت الأرض برجلها وانطلت في الهواء كأنها صاروخ. جوال فعيد البلايرس عندي ضربت البتاعة دي بسيفها لفوق في درع الحشرة العملاقة دي وخلصت شريط الغضب بتاعها كله في الضربة دي طلعت شرار كتير جوه الكاف بس جلد الوحش ده حرفيا خدش بلايرز نكتة وهي بتجيم. الموقف التكتيكي البندي لاحظت المقاومة العدو ده عبيطة ومبالغ فيها تدرك انها تكسر سافي انا البوس اللي فات بس هي خدت بالها ان الاسلحه الجديده اللي طلبوها بقت جاهزه خلاص وقررت على طول احمل تحديث من الشبكه على طول كده في ساعتها. وعشان تسرع من عمليه النقل جاسوس المشروم بتاعنا طول راسه اشتغل كانه مجرد اريال متوصل بالنظام المركزي بتاع اللعبه البت. القناصه حطت ايدها على راسها وبدات المزامنه فورا. المهم شايفين العبط ده وسط الدوشه التحميل بيزيد طلقه على حته الشاشه طايره والصاحب ده عارف سيبه يبرمج جسمه للعبه دي من تاني. اتعصب من وقفة النوبز دول خنفسة العملاقة بتزعق بصوت يخرم الوداد وبتجهز حجم الزحف مميات. أول ما تؤكد نجاح الجلاش سايفين طلع أوس تكنولوجي جديد في ثانية بينور بطاقة بينك رهيبة مش بتشد أي وتر حرفية بس أسهم ضخمة وبتنور جدا ظهرته بتطير في ظهرها. وقفت قدام الوحش وشلوش وعملت وضعية ضرب ماكس وركزت كل أسلحتها المدمرة دي في مقدمة ضربة مطر حقيقي من الطلقات اللي بتخترق الضروق الترامات على السقف وشكت الهواء بعنف جامد. أسهم بتطير تحت في الضلمة قطعت النفق وحافظت على تشكيل هجومي برف جدا ناحية الوباء العملاق. القصف ده ضرب جسم وحش المدرع ومش سايب مساحة خالص الهروب يا برو. خبطة نور السحر الجامد في القشرة التخينة دي عملت انفجارات صغيرة ودمرت توازن كلي الوحش الغازي ده وفي قمة الضغط بتاعهم. فلاش بينك عملاق فرقوا عما كل الموجودين في الأوضة ووقف الوحش بالعافية ولأنه مش متحمل الضرب المتواصل ده. حشرة من 44 المربع وقعت واتزحلت على الأرض الحجر المبلولة. تفاعل طاقة غشيم بدأ من عن طرف ديل الوحش بتاعي طلع لفوق وقطع حتى طفته المدرعة في حمام نور أحمر مليان. وجع سيف شيء نزل شاك على الأرض لما شاشة السيستم قالت إن التهديد الأول مات واتمسح خالص بس الحارس التخاطر اللي هو أنا بالظبط جو الفرحة ده زعكت فيهم عشان الكل ينزل حمايته خالص في اللحظة الهدية دي يا نوبس وبترتعش من الجذور. الكائن الصغير فضح وحش تاني من حوش الحشرات الحفارة جاية في نفس السكة مكان ما الأولاني جه. اللاعبين بينهجوا التعب واللاعب النوب بيوت واشتكي من الإرهاق وبيدي أوامر للفرقة الأساسية يلموا البواكي المتبعات عشان ينظفوا اللخبطة دي ويتعاملوا مع الحوار ده. في نفس اللحظة شعجلات سحرية جبارة بتبدأ تتشكل بتاكل التراب وتعمل صابون تاني المواد العضوية من الصفر. الدخان بياخد شكل وبيكشف كده عن نبس يتابعي ماسك رمحة وجاهز ياخد دمج كتير عادي. ولما شاف 2 جنود بس بيجرب قلب ميت الخطوط الأمامية اللي بحظ مفيش دعم كافي. وحسب إشعارات السيستم الكوتش ده بأكد إن عندهم ليميات أقصى عدوا 6 لاعبين بس في الجيم وإن العدد الحالي قافله كل أماكن الفرق في سرفر خلاص. الخبطة الغباء من نادي الوحش الثاني دمرت ثبات الصخور اللي كانت جنبهم خالص طيرت الطوب كله في الهواء. العدو الجليتش قدم ناحيتهم وهو قاف الباء ودايس على أسنانه جامد ودخلها. الكشاف يخاف إن الوحش الجبار ده يفجر
راسا شخصيا بضرب أسيد فاكسيانوبس بقلب ميت تماما، وحراس بتاعه ياخد الموقف على عاتقه ونط ناحية عملاق من غير ما يبربش. محارب المشروم البطل يروح برمحة التقيل في قطع عمودي بيسحب معاه خط طاقة لونه أحمر بيقطع الهجوم. المجازف ده ضرب في جنب البق، المدرع عامل في رقعة ضخمة جدا حازز كل حيطان المكان ده، الممر كله. ومع الخبطة العنيفة دي الوحش العملاق طارلارا بيظهر وبيعمل سحابة تراب ضخمة في المكان. نزل ببوش بثبات على الأرض الصخرية وماسك رمح التقيل اللي بينار ومشحون بطاقة حمراء وبيستغل الثغرة في الدفاع الجندي. الحارس التاني نط وضرب ضربة خبط الرش في درع الوحش وطلعت شرار للصبع. الضربة دي لوحدها خد جسم الحشرة المرعب ده يرجع لورا بغباء وفاتح مخالبه. هيلاقي التابع بتاع المسلح ده فضل ثابت في وقفته مستني الضربة من بعيد. أنا كسام مبهور بجد إن وحدات الجليتش جديدة بتلعب عافية وبس عشان مجرد ضربة واحد طيرت الوحش النوب ده من مكانه. في ثانية المقاتلين الاتنين بتوعي دخلوا مع بعض الحلبة عشان يضغطوا أكتر على العدو. الوحش اتعصب، الحشرة دي هجمت بغباء وبتحاول واحد من رجالتنا بأنيابها دي. بس في لقطة هو جبارة كده التابع بتاعي ده رفع الرمح بتاعه في ثانية وصد العضة دي المرعبة من غير ما يرجع ملي. الوحش ده كان مسحول في الضربة ومخدش باله من التابع التاني اللي جلم من الجنب واداله ضربة جامدة بسرعة. وعشان نخلص الحوار ده كله تقنية سيف طاير طلقة نزلت بشكل الهواء قدامنا كأنها حرفي اشعاع برك برتقالي. الضربة دي لبست الخنفسة صح وعملت انفجار ابن الذين خلى الهدف ده يغرق في بحر من النار. الدخان اللعب خلص وشاشات النظام الزرقاء ظهرت واكدت الاكس بي اللي اخدناه فتحت لنا كلاسات جليش جديده الرماه وحمله الضروع. ايه العظمه دي يا جدعان؟